بجد يا جماعه انا بقالي كتير جدا ما سمعتش ان النادي الاهلي خسر. النهارده النادي الاهلي بيخسر بنتيجه 3-0، نتيجه كبيره جدا. 3-0 كانت من بيراميدز، هدف عكس محمد عبد المنعم. قال لك انا ازاي هنهي الشوط الاول بدون جون، لازم اسجل. لكن لا، مش هسجل احمد الشناوي، انا هسجل في محمد الشناوي. اصل تحس انه جالي تربانه لخبطه كده في دماغه، شاف الاثنين شناوي عادي، يعني ممكن يبقى اتلخبط فيها، بيس يا عم عادي. بعد كده بقى بنشوف ان مصطفى فتحي فخر الخير ليهم راي تاني وبيسجلوا هدفين يعني اروع من روعه. حسين الشحات طبعا بنشوف ان هو صمم يسدد ركله الجزاء ويضيعها بطريقه غريبه جدا، شاطها في القائم والقائم بترجع له الكره وبيشوطها في جون، لكن ده بحسابها اوفسايد بسبب ان الدفاع نادي بيراميدز ما ارتدش. كمان بنشوف يا جماعه حاجات غريبه جدا في المباراه، تحس ان النادي الاهلي زي ما المعلق قال ان هو كان بيلعب ب 13 لعيب، 11 لعيب في الملعب والقائمين. بجد كورتين غريبين جدا، كوره من ابراهيم عادل هزت الزاويه 90، هزت السوكه، بجد شيء غريب جدا. كرة كانت غريبة جدا، وكرة تانية من مصطفى فتحي، الحظ كان عنده كمان. مصطفى فتحي النهارده شفنا له ارتخاء اعصاب غريب كده، هو هادي بطريقة غريبة. بجد بقالي كتير مشوفتش مصطفى فتحي كده. كمان بنشوف ان احمد فتحي بيحصل على انذار بطريقة غريبة. انا شفت عارف اللي هو ما ينفش غير اللي بيسلك بين الاثنين ان هو يتضرب. يعني انا رحت اسلك بين الاثنين، انا اللي اتعاقبت بجد، يعني اتنين كانوا بيتخانقوا هو اللي اتعاقب. كمان شفنا تنشنة في المباراة من احمد تيمي ومحمد عبد المنعم غير مبررة بالمرة. يعني هارد لك النادي الاهلي اللي عمل كل اللي عليه المباراة دي، لكن اهو كده بيراميدز كسر يعني هدف يعني رقم قياسي النادي الاهلي ان هو ينهي موسم ولا خسارة. لكن بيراميدز كان ليه رأي اخر، وانا ليا راي اخر في التعليق عن الماتش ده، ان بيراميدز فعلا كان يستحق الفوز. هتقولي ما الاهلي عمل محاولات كتير، لكن اللي يضيع يستقبل، دي شعار كرة القدم. كرة القدم ليها زي ما قلت في ماتش المصري والبورسعيدي والسيراميكا، زي العملة اللي ليها وشين، وش يعني عن الانتصار والفرح، ووش عن الخسارة والانكسار. بجد هارد لك النادي الاهلي، الف الف مليون مبروك نادي بيراميدز اللي حقق هدف صعب. وشفنا اكيد لقطة ضحايا الحرايق مع اهل مصر، كانت لقطة عظيمة. ويعني كان ماتش على قد ما هو ودي، لكن كانت اللعيبة بجد بتلعب على اعصابها. بس كده، بكم فيديو جاي.